استعدادات الفريق الوطني لنهاية كأس يليق بما قدموه في دولة قطر. ألف الحنجر المغربية اليوم في سيبيتاس متروبوليتان تدعم المنتخب الوطني، تدعم أسود الأطلس، تدفع بالنخبة الوطنية لتقديم أفضل ما لديها في هذه المباراة. المؤكد أنه سيكون للحكم المباراة المؤكد أنه سيكون للحكم يطالب بمواصلة اللاعبين. وليد الرقراقي اليوم أمس حكيم زياش طلب للكرة من الطرف الأيمن وسيم مزراوي. لا كان بالإمكان وأن يكون أفضل من رفقاء وزملائه في هذه المباراة. كرة نحو يوسف نصيري، يوسف حكيم زياش الذي يجتهد كثيرا مع انطلاق هذه المباراة لصناعة اللعب في هذه المباراة. كلكم سمعة لسلزولي خرج كورته لسفيان أمرابط. سفيان أمرابط الضغط من في منطقة الجبل البيروفي لحارس مرماه جاليس رانو، طلب للكرة في خط الوسط من زاوية تدخل جاليس والحكم يقول ضربة خطأ لمصلحة المنتخب. ما فيها ولا شيء، يقول ما فيها ولا شيء للفريق الوطني. فرصة كاريو تتحول من جديد من نيفاغارد، والكرة بمرور 100 سنة عن تأسيس الاتحاد. للأمام سيروا للأمام، والحكم يطالب بمواصلة اللاعب. 27 سنة كان متألق مع تفنت ومع النادي فاينر. بوكا جونيورز كاريو يبحث عن إصابة نفس الملعب. أكيد أنه الأجواء تكون زلزولي ممتاز جدا، ممتاز عبد الصمد والعناصر الوطنية للأمام سيروا للأمام. لكن يصعب وصفها ويصعب أننا نقدم لكم ولو شوية من اليوم عنصر رسمي في الفريق الوطني في المباراة السابقة أمام البرازيل أمام للمنتخب البيروفي، يحاولوا أن يلعبها بالرأس نحو مرمى بيدرو جاليس، لكن لم يكن موفق في الكرة الأخيرة. تتحول بعيدا بعد المباراة ما يقارب ال 22,000 مناصر من عبد الصمد من الطرف الأيسر يلعبها في منطقة الجزاء. متابع من نيفاغارد والحارس تالي. كرة للفريق الوطني للأمام لكن راي مرفوعة كتير. كرة يوسف نصيري المتابع من زكريا بوخلال أقرب للحارس. كان نجما واليوم شارك في كأس العالم. نقلي توقيع الهدف الأول في هذه المباراة، وجاليس مرة أخرى يبعدها. جاليس يبعد الخطورة عن مرمى المنتخب البيروفي، لكن تمضي بعيدا عن مرمى الحارس بيدرو جاليس. هذه كرة أولى في هذه المباراة. ضربة الكل يهاجم وناتفينكولا تتحول من جديد لرومان امام تناي محور خط دفاع الفريق الوطني. مشهد يخليك المزراوي كان في وضع صمد. السلسولي عندك المساحه للتمرير، تسديده عابره لكل الحواجز من حكيم زياش. حكيم يضغط من الطرف الايمن، يبحث عن المساحات التي لم يجد زياش. ماذا سيقوم به حكيم امام زكريا النصير؟ يلا يا نصير، كرتك يا نصير للامام، كرتك هذه يعطيها الله. والتركيب لزكريا بوخلال عدو لمساندة الخط الأمامي. كرة من نصير، كرة من جديد أدفينكولا منك يا حكيم يلعبها حكيم. خطورة للعناصر الوطنية بلال. كرة من الطرف اليمين تعود منتخب البيرو وإجباره على ارتكاب الخطأ ولو ارتكب الخطأ في منطقة الجزء البيرو في محاولة منه للوصول للمرمى. هذه محاولة للفريق. طلب للكرة من زكريا بوخلال يلحق الكورتو والكرة المنتخبية البيرو. هي المباراة من التدخل عن نصير المزراوي الحكم لحسن حظ. أدفينكولا للأمام نحو كاريو والتغطية من دفاع الفريق الوطني لكن بعيدا عن المرمى. زروري وأيضا الكرة للحارس ياسين بونو. التغطية محاولة في منطقة جزاء منتخب البيرو في القائمة الثاني. المتابع من دفاع الفريق الوطني في مباراة مثل هذه. سفيان أمرابط ما كانش تلعب كرة في منطقة الجزاء وخروج ياسين بونو. رومانسيس بونو أنس لكن في النهاية تسقط. يستلم الكرة من نصير المزروع. ثاني المتابع من أنس السروري. كرة للفريق الوطني وخروج الحارس جاليس يخرج أمام يوسف نصيري. محاولة أخرى للفريق الوطني. للفريق الوطني إمكانية من حكيم زياش، يسدد
اكيد ما مشاتش بعيد الكره الماضيه لزياش كان بامكانه ان يشعل المدرجات. مش كره من انس يلعب كرته انس في منطقه الله راهو يحيى يلعب يحيى ايضا باولو كيريرو بطبيعه الحال. باولو كيريرو نجم من النجوم الكفل والتغطيه حاضره والخطا لمصلحه منتخب الفريق.